السلام عليكم حبايبنا الكرام في كل مكان. اهلا بيكم مرة تانية في فيديو جديد بنتكلم فيه ازاي حضرتك تفرق بين درجات البيبي بلو ودرجات التركواز او الفيروزي او اللي على اخضر عامة. في الفيديو ده انا عايزك تطلع بمعلومة واحدة، ان انت تبقى عارف وانت راح تختار درجات البيبي بلو انهي تون وانهي درجة، علشان محدش يضحك عليك في الحتة دي. تابع معايا الفيديو لحد الاخر لان في معلومة مهمة جدا جدا لازم تكون فاهمها. مثلا دي كده التون بتاع درجات البيبي بلو، واللي بتتكون من ان 90% من اللون بيكون ازرق و10% بس بيكون اخضر، وبيديك التركيز اللي انت شايفه ده بالظبط. لو 100% ازرق بتشوف درجة ازرق صريح. هنا دي درجات البيبي بلو الفاتح والغامق، التدريج بتاعها في كارتيل الجوتن دي درجة غامقة بتاخد افتح حاجة من فوق. نفس الكلام هنخش على درجات التركواز او الدرجات الفيروزي، واللي بيبقى 50% منها اخضر و50% منها ازرق، فبتديك الشكل اللي انت شايفه. الدرجتين لا يختلف عليهم اتنين، فعلا الدرجتين حلوين جدا جمال قوي، تقدر تستخدمهم زي ما انت عايز. بس الفكرة ان انت تبقى عارف درجات البيبي بلو ودرجات التركواز، ما تتلخبطش ما بينهم، ما تروحش تختار درجة ازرق او لبني او معرفش ايه وانت مش عارفهم. اتمنى الفيديو الصغير ده يكون فهمك الفرق ما بين الدرجتين دول، ولو عايز تتابع اي درجات الوان خاصة بجوتن او غير جوتن او اي اكواد تانية مع حضرتك في اي استفسار، واوضح لك باذن الله تعالى درجات الالوان. لو بصينا مثلا بس هنرجع على حاجة، ده ازرق صريح، ده 100% ازرق. انا بس بوريك الفرق عشان ما تحسش برضو ان اللون ده ازرق. هنا ده ازرق بس تركيزه اقل شوية، يعني الازرق طاغي عليه. هو دي بقى درجة البيبي بلو، هي دي بتبقى 90% منها ازرق، 10% بس منها اخضر، يا دوب يعني شم اللون.